ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هعمل فكره مجنونه كده، بدل الشعر الكيرلي كده كمان قررت ان انا اعمله بروتين. ناس كتير حذرتني منه وقالت لي بلاش بروتين بيبوظ الشعر او الكلام ده كله، بس انا شايف ان لو مع حد بروفيشنال زي يومنا طبعا الموضوع هيبقى مختلف تماما وهيظبط الدنيا والكلام ده كله. لان انا عملته برده مره عندها قبل كده، بس كان من فتره كبيره كان شعري اقصر من كده. احنا النهارده برده هنعمله وهنوريكم النتيجه. ويا ريت بقى تعملوا لايك وسبسكرايب ونتكلم على اخر الفيديو. ولا بقى يلا قول لي بقى هتعمل ايه؟ اوكي. اه ماشي. بالنسبه لشعرك يا محمد، هو لطيف جدا وحلو جدا لو انت اهتميت بيه كشعر. تمام. يعني لو انت عملت كيرل واهتميت بيه هيبقى تحفه جدا. لكن انت بص الخصله دي عامله ازاي لتحت. الغذاء نازل كله في الحته دي فوق. تمام. لا، عشان ما بيوصلوش الغذاء. عشان كده قلت لك 100 مره ان انت تنزل راسك تحت وتعمل مساج وانت مدلدل راسك عشان الفيتامينز والحاجه توصل هنا بسهوله. تمام. فانت شعرك لطيف وحلو، بس ماشي اوكي، عايزين نغير ستايل شعرك عشان خاطر يبقى طويل. لما تيجي تعمل بن ما تنزلش منها حته، ما تنزلش منها جزء من هنا جزء من هنا. تمام. يبقى كله ايه، ستريت مره واحده. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل فيه اي حاجه لانه مفيهوش اي حاجه خالص يقدر اعملها فيه. طيب احنا اول خطوه عايزين برضو نعرفهم اول خطوه هنعملها ايه، يعني كمثلا اول حاجه هنضطر ان احنا نغسله كويس جدا جدا جدا. وايه البرودكت اللي هنستخدمه؟ تشي طبعا. تمام. تشي. ولازم لما نيجي نعمله بالشامبو ده. بيوريتي الشامبو ده الشامبو اللي هو المفروض ايه اول خطوه يعني قبل البروتين. تمام. هنغسله كويس جدا 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 ونضمن تماما ان الشعرايه نتفت خالص من الزيوت اللي كانت موجوده لمده 6 شهور. بص الشعرايه هنا عامله ازاي من تحت هنا لطيفه جدا، شكلها كيرل تحفه جدا. وطبعا من فوق شكلها مش طبيعي لانه اتلعب فيها بحاجات كتيره وهو عارف هو عمل ايه في شعره. حاجات كتيره، رز بقى وبصل، وصفات التيك توك يعني عايش يعني. فاحنا دلوقتي هنروح نغسله وبعدين هنيجي نعمله نقصه ستريت، نخليه ستريت. تمام. وبعدين نبدا نشتغل. لما نيجي نشتغل هنقول لكم بقى احنا بنعمل. ماشي، هنروح نغسل ونجي لكم على طول، ما تنسوش بقى. نرجع لكم تاني بعد ما غسلنا. بص بالمنظر ده. احنا بنغسل الشعرايه كويس جدا جدا جدا، ريح ظهرك. اوكي. وبعدين بنشفه بالراحه خالص. واخر كوش بنغسل بميه ساقعه خالص. ده ايه الفكره بقى من الميه الساقعه اصلا؟ عشان خلاص تقفلي المسام بقى بتاعت الشعرايه وبتاع الفرو خلاص. هنسرح عشان الموضوع يبقى صعب جدا. بس انا عايزه اقصه قبل ما اشتغل. طب ايه فايده القص؟ انا دايما كنت اسمع ان يقول لك ايه، قص الاطراف. ايه الفكره من قص الاطراف يعني؟ بص احنا لازم كل شهر نقص اطراف شعرنا. ليه؟ عشان الشعرايه بتتنفس من تحت. بمعدل قد ايه مثلا؟ يعني مثلا الشعرايه بتطول سنتي ونص، احنا بناخد السنتي، ما بناخدش اكتر من كده. بس خلي الشعرايه تبقى فايقه كده ومبسوطه. الشعرايه اول ما بتتقص تحس كده انها مرتاحه مثلا. ده كده احنا بنحط ايه برضو؟ لا ده كده بس عشان اعرف اسلك لك شعرك كويس. ده السيل. ايه الشعر الكيرلي في التسليك صح؟ لا هو انت مش هتحس بحاجه دلوقتي. انا غير. انا كده اطمنت. هنروح بقى نسرح الشعر ونجي لكم بقى. عشان خلاص الشعريه عندك ناشفه بزياده، فمش هينفع ان انا وبس. وبنسرح الشعريه من تحت بشويش خالص لفوق، من تحت لفوق. مهما كان درجه ان هو مكلكع في حاجه الكلام ده كله بيتسلك معانا برده واحده واحده من غير اي تعب. تمام.
بس انا عايز اقول لكم بصوا فرق الشعرايه منها كيرل لما تيجي تفرد هيبقى وضع غير يعني. دي خطوه مثلا اللي بنعملها بعد ما بنسرح. هننشف بالسشوار تمام. شعرنا على حسب كل نوع شعرايه ليها درجه نشفان معينه. وبعدين نبدا نحط التريتمنت بتاعنا. تمام. ونسيبه برضه على قد كل نوع شعرايه هنسيبه قد ايه. يعني هي بتختلف بقى من نوع شعرايه لشعرايه. اكيد. هنا بقى هنا بتختلف الحد اللي فاهم، يعني الحد اللي فاهم هو اللي بيقدر يقيم شعرك، يعني عايز قد ايه، عايز الليس قد ايه، عايز الكلام ده كله قد ايه. انا عامه ما بحبش خالص انه الشخص عايز شعره من حاله لحاله. دي ما بحبهاش خالص خالص. حتى العملاء بتوعي كلهم لما باجي اتكلم معاهم بنتكلم ان احنا عايزين نوصل لدرجه جمال معينه حلوه من غير ما ناذي الشعرايه. مش شرط انه لازم الشعر بتاعي يبقى ستريت، ومش شرط ان هو يبقى فيرجينيا جميله الجمالات وكده. لازم اهم حاجه بس ان شكل الشعرايه يبقى هلسي وحلو من غير ما تتاثر ان هي تتقطم بعد كده او تقع. لان انا اعتقد ان الضغط عليها اكتر هو ده اللي بيوقعها، يعني هو ده اللي بيديها مثلا نقطه. يعني هو في ناس بتبقى عايزه تهتم ان هي شعرها لازم يبقى ستريت، ففي ناس ما عندهاش ضمير ممكن تضيف لك فورمالين عشان خاطر تديك كده، او في ناس بتعمل كبس حراري للشعرايه. الكبس الحراري للشعرايه ده بيخليها ماشي بتديها النتيجه اللي انت عايزها. تمام. بس بعد شويه بتلاقي الشعرايه ابتدت تتكسر وبتبقى باهته وشكلها مش لطيف ومش حلو. فليه انا اوصل للنتيجه المرضيه لنفسيتي انا كشخص، انه شعري يبقى شكله حلو تمام من غير ما يتاثر. لان احنا طالما دخلنا في قصه التريتمنت وكده يبقى هنقعد طول عمرنا داخلين جوه السيركل دي. فليه بقى انا اقعد احط كل شويه واعمل واتكع شعريه بزياده علشان خاطر اخد نتيجه فضله؟ لا، يبقى انا واحده واحده معاها. تمام. وبعدين مثلا حسيت ان الشعرايه بتاعتي مش ماشي مش رهيبه ومش الفرد الرهيب ومش كذا ومش كذا، استخدم الهيت حبه صغيرين، مش هيبقى اللود على الهيت والسشوار جامد. تمام. بس اسمك ان انت برضو صاحي شكلك حلو. خارج لو عايز تعمل بان، عايز تعمل بونتيل كده، اي حاجه هتبقى سهله بطريقه بسرعه ان انت تقوم ما تاخدش وقت في حاجه. بالظبط. تحط سيرم او الكلام ده كله، وطبعا بتستخدم نفس البرودكت اللي هو تبع الحاجه اللي انت هتعمل بيه، صح كده؟ بعدها طبعا. طبعا. هي من A to Z. هي احنا لو احنا جينا نتكلم من عشان خاطر تاخد نتيجه حلوه جدا لشعرتك. تمام. او لشعرتك انت كبنوته، بناخد الحاجه من A to Z. يعني مثلا السيرم اللي بسرح بيه او اللي بعد كده اللي هو تشي برضو ده او طبعا التريتمنت او الفير. يعني الفير برضو هتبقى لازم تشي. لازم تبقى حاجه خاصه بنفس الايتم اللي انت شغال بيه عشان كله بيكمل بعضه، صح كده؟ كله بيبقى مترتب على الاخو. نصيحه لكل بنت لكل ولد شعره طويل وعايز يعمل تريتمنت، ما تعملش مرتين ورا بعض. اوعى تعمل مرتين ورا بعض. المده مثلا قد ايه؟ يعني ماكسيمم، يعني انا كل العملاء بتوعي بيبقى 9 شهور، سنه. ساعات بخلي الناس تقعد سنتين وتعمل كل مثلا في الفتره ديت وبعدين تعمل تاني. مش لازم على طول عشان الشعرايه بتاخد برضو مهما كان البرودكت نضيف ومحترم بيأثر على الشعرايه. فاحنا ليه نمسك العصايه من النص ونعمل شعرنا حلو في نفس الوقت ما نبوظوش. صح. انا سمعت حاجه كده برضو من ضمن وصفات الناس اللي بتطلع تقولها، حاجه اسمها ترميم على البارد او حاجه زي كده. ده بيبقى ايه مثلا؟ كل ده فيك. يعني دي مش حاجات حقيقيه؟ كل ده فيك. طب ده مثلا بيبقى داخله ايه؟ انت عشان تاخد نتيجه سريعه للموضوع وانه تحس ان انت شعرك طري واحده وايه ده والجمال دوت، وفجاه تلاقي شعرك بقى لطيف وحلو. تمام. ده لازم يكون مضاف عليه حاجه، اللي هو مثلا ولو حتى انت طبعا. وبعدين لو حتى رحت للكوافير وعمل لك حمام كريم وانت حسيت ان شعرك طري وحلو جدا ولطيف وايه ده ساحر وكده، ده بيبقى ضايف عليه برضو ملعقه فورمالين عشان انت تبقى تحس بالتغيير وتيجي كل شهرين 3 تعمل حمام كريم وتواظب عليه والكلام ده كله يعني. فما تفرحوش بالحاجه اللي بتديكوا نتيجه فوريه عشان دي بيبقى داخلها حاجه غلط طبعا. عايزين نفهم برضه عشان الناس كتير بتسال على حوار التكلفه. دلوقتي التكلفه بتتحسب ازاي؟ يعني هو تكلفه الشعر بتتحسب ازاي؟ عشان في ناس مثلا بتلاقي عندها اسعارها رخيصه جدا، في ناس بتبقى اسعارها غاليه جدا. ايه الفرق ما بين ده وده؟
وليه فرق السعر ده؟ يعني ايه السبب برضه عشان الناس تبقى عندها علم يعني. بص الفرق في انه الشخص بيبقى رايح عند مكان عارف هو هيحط في شعره ايه، امم. او حد ثقه فعارف هو هيعمل في شعره ايه. تمام. والحاجه الثانيه انه لو انت رايح لحد متخصص وقلت له انا عايز اعمل كذا 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 كذا، الشخص ده شخص دارس فاهم يعني ايه بصيله ويعني ايه شعرايه ويعني ايه يهتم، غير ان حد يكون مش مهتم انه يطلع لك الشعرايه هلسي وصحيه وخلاص، هو عايز ينجز ويشتغل وخلاص، عايز يطلع نتيجه فوريه وخلاص، المهم ان انت تمشي يبقى مبسوط وتبقى كويس. وبعد كده ما بقى بيهمش بعد كده انت شعرك هيبقى عامل ازاي، هتبقى هيقع مش هيقع، الكلام ده كله ما بيهمش. هو بيبقى صنايعي قاعد بيشتغل ملوش دعوه وطبعا اهم حاجه البرودكت اصلا بتستخدمه. طبعا. تمام كده احنا عملنا ايه مرحله بقى؟ خلاص احنا كده عملنا تاني مرحله بعد الرسم. ايه فكره السشوار اصلا؟ لازم نشف الشعرايه. تمام. انت بتقولي ايه وانت بتعمل سشوار؟ بتكلم ان لما حد يجي يعمل سشوار ما يقربش خالص ناحيه الشعرايه، يعني يسلط السشوار من بعيد عشان خاطر الشعرايه ما تتاذيش. تمام. يبقى السشوار على بعد درجه مثلا حراره منخفضه كده. انا مش محتاجه ان انا اديله هيت، انا محتاجه بس خلصنا المرحله بتاعت انه نقعد التريتمنت في الشعر. قعدنا مده قد ايه مثلا؟ احنا بقالنا قد ايه؟ ساعه الا ربع. تمام. وهننشفه وهنرجع لكم تاني وهنبدا نعمل ريليز بين اللي اتعمل وبين اللي ما اتعملش. بص الشعرايه سلسه ولطيفه وشكلها انسيابي خالص وناعمه، مش واقفه ولا فيها اي